مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. إريتريا تشارك في اجتماع مجلس حقوق الإنسان. الاتحاد الوطني للمرأة يحتفل بالثامن من مارس مع قوات الدفاع الإريترية. حل مشكلة خدمات المياه في مدينة تسني. الرئيس الصيني يندد بالحملة الغربية التي تقودها واشنطن لتطويق بلاده. خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة بعد القصف الإسرائيلي. عشرات القتلى والمفقودين في انزلاق التربة بأندونيسيا. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. يشارك وفد إريتريا برئاسة القائم بأعمال السفارة الإريترية في سويسرا ومندوب إريتريا في مؤسسات الأمم المتحدة السيد آدم عثمان في الاجتماع 52 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف. وقدم وفد إريتريا توضيحا في الاجتماع المنظم أيضا للاحتفاء بالذكرى 75 للميثاق العالمي لحقوق الإنسان بأن حقوق الإنسان وبالرغم من كونه أولوية أي دولة في أنه ليس بمثابة أجندة سياسية تستخدمها دولة ضد دولة، أو أن تكون دولة ما مرجعية للدولة الأخرى. واعترض وفد إريتريا على تقرير المقرر الخاص لحقوق الإنسان المشوه لإريتريا، قائلا ينطلق التقرير المقدم سنويا من الأجندة السياسية المعادية لإريتريا. وأوضح بأن استراتيجية التنمية وحقوق الإنسان في إريتريا ترتكز على إحلال العدالة الاجتماعية والمشاركة المتساوية للمواطنين. وقال أن مواضيع حقوق الإنسان التي تعدها الدول الغربية ومؤسساتها هي من الأدوات العدائية البارزة. وذكر بأن المضايقات المستمرة لإريتريا منذ أكثر من 10 سنوات من المقررين الخاصين تنبع وترتبط ارتباطا وثيقا بالأجندة العدائية، ولم تكن أبدا آليات لتصحيح الانحرافات أو النواقص المزعومة في حقوق الإنسان بإريتريا، وإنما كان هدفهم الأساسي دائما هو إنشاء منصات لتعزيز دوافعهم وأجندتهم السياسية الخفية، مما يعكس ذلك مؤامرات التدخل بذريعة حقوق الإنسان. وأشار إلى أن تمديد المقرر الخاص دائرة سلطاته إلى الحرب بشمال أثيوبيا في تقريره عام 2022 للتغطية على عربدات عصابة الويانة واتهام إريتريا هدفه خدمة أجندات أكبر. وأكد وفد إريتريا بأن هذه العدائيات غير المجدية هدفت إلى عرقلة الخيار المستغل لإريتريا وإعاقة التنمية الاقتصادية فيها، حيث تسببت تلك العدائيات في عرقلة تقدم البلاد ودفع تحديات باهظة. ورغم ذلك ظلت تحرز إريتريا تطورا كبيرا في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي وغيره. وشدد الوفد بأن إريتريا سوف تستمر في برنامجها الإنمائي بالرغم من المضايقات التي لا يهدأ لها بال والغير مبررة. هذا وردت 22 دولة على تقرير المقرر الخاص بشأن إريتريا، حيث دعمت 14 دولة إريتريا مطالبة بإيقاف العدائيات غير العادلة ضد إريتريا وتقوية الروابط معها. احتفلت عضوات الاتحاد الوطني للمرأة فرع إقليم شمال البحر الأحمر بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة مع أعضاء قوات الدفاع الإريترية. وفي الاحتفال الذي جرى في 5 من مارس بمنطقة ماي أتال بحضور قائد هيئة أركان قوات الدفاع الفريق فيليبوس والليوهانس، قال قائد الفرقة العسكرية 63 المقدم من قساب سامي إل في الكلمة التي ألقاها بأن الثامن من مارس يحتفل به هذه السنة في الوقت الذي صنع فيه جيل الشباب الذي حمى أمانة الشهداء تاريخا جديدا في كل المجالات، مشيدا بمنظم الاحتفال. وأوضحت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرحة بأن الاحتفال بالثامن من مارس مع فخر الشعب والوطن أعضاء قوات الدفاع له مضمونا ورمزية خاصة. وقالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة فرع إقليم شمال البحر الأحمر السيدة جمعة راكي بأن الثامن من مارس يحتفى به هذه السنة في مرحلة تاريخية تبعث الفخر والاعتزاز. وقدمت في المناسبة الجوائز لأعضاء قوات الدفاع الفائزين في مسابقات السباحة والقنص، كما أحيت الحفل فرقة زارة التابعة للفرقة العسكرية 63. احتفل الإريتريون في ميلبورن الأسترالية بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة بالتعاون مع فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية. وأكدت مسؤولة فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية السيدة برهين عقباي في المناسبة على الاستعداد التام للإيفاء بمتطلبات المرحلة.
من جانبه دعا قنصل إريتريا العام في استراليا السيد محاري تخصي المرأة الإريترية في المهجر للمساهمة النشطة في برامج التنمية التي تشهدها البلاد. وألقى سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في مدينة ميلبورن السيد هابتوم جوفاني ورئيس الجالية الإريترية في مقاطعة فيكتوريا السيد كيداني قنبوت كلمات تضامنية. وشهد الاحتفال مناشط ثقافية وفنية تعكس المناسبة وتمجد دور المرأة الإريترية في جميع المراحل. كما احتفل الإريتريون في ويمبينغ الكندية بالثامن من مارس، حيث خاطبت الحفل رئيسة اللجنة التحضيرية نبيات جواي منشدة بدور المرأة الإريترية في التصدي والتنمية. وتخلل الحفل الذي شارك فيه الأطفال والشباب برامج فنية. وفي ذات السياق احتفل الإريتريون في سينساتي الأمريكية مسبقا بالثامن من مارس. تم استئناف خدمات المياه في مدينة تسني بانتظام بعد المصاعب التي حدثت نتيجة للأعطال الفنية في الآبار. وأوضح مسؤول خدمات المياه في المدينة السيد عثمان حسن بأن مصدر مياه المدينة هو 3 آبار على ضفاف نهر القاش، ونتيجة للمشكلة التي حدثت في البئرين فإن خدمات المياه كانت جزئية وقد تم حل المشكلة في الوقت الحالي. وأشار إلى حصول معظم السكان على الخدمات بأنابيب المياه المنتشرة وبشاحنات الصهاريج في المناطق البعيدة. وأفاد أعضاء المكتب تقديم خدمات المياه بالخطوط في 5 ضواحي بالمدينة، داعين لترشيد استهلاك المياه ودفع فواتير المياه في أوانها. وذكر السكان بأن المشكلة جعلتهم يشترون المياه بمبالغ كبيرة معربين عن الارتياح لحلها. هذا وقد أرسيت البنى التحتية لمياه تسني عام 2011. قام سكان مديريتي أصمات في إقليم عنسبة وبارنتو في إقليم القاش بركة بأنشطة نفير لصيانة الطرق وحماية التربة والمياه، حيث قام سكان ضاحية إيرا في مديرية أصمات بإقليم عنسبة بصيانة الطريق الذي يربطهم بضاحية أروث البالغ طوله 10 كيلومترات. وأوضح مسؤول إدارات ضواحي مديرية أصمات السيد صالح عثمان بأن طريق أسند أروث الذي يشق ضاحيتي أصمات وهوش حيوي، مشيدا بأعمال الصيانة التي قام بها سكان إيرا بالتعاون مع الجيش الشعبي. وذكر مدير ضاحية إيرا سيد عبد الله محمد جمع بأن صيانة الطريق سيسهم في تجميع القرى ونشر وتطوير خدمات الصحة والمياه وغيرها، مؤكدا استمرار ذلك البرنامج. وفي ذات السياق قام سكان ضواحي مديرية بارنتو بأنشطة نفير واسعة لحماية التربة وحفظ المياه. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. ندد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال جلسة برلمانية في بكين بالحملة الغربية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تطويق بلاده واحتوائها وقمعها، داعيا القطاع الخاص إلى المزيد من الابتكار لجعل بلاده أقل اعتمادا على الدول الأجنبية. وقال شي جين بينغ وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن البيئة الخارجية للتنمية في الصين شهدت تغيرات سريعة، والعوامل غير المؤكدة والتي لا يمكن التنبؤ بها ازدادت بشكل كبير. وأضاف في انتقاد مباشر لواشنطن أن دولا غربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية نفذت سياسة احتواء وتطويق وقمع ضد الصين، الأمر الذي أوجد تحديات غير مسبوقة أمام تنمية بلادنا. وفي وقت سابق دعا شي الصين إلى تعزيز استغلالية البلاد من خلال بناء قطاع تصنيع قوي. هذا وقد تضاعفت في السنوات الأخيرة الخلافات بين الصين والولايات المتحدة، سواء حول اختلال الميزان التجاري بين البلدين أو مسألة تايوان أو ملف الهيمنة في مجال التقنيات المتقدمة أو الاتهامات بالتجسس. تعرض مطار حلب في شمال سوريا لضربة إسرائيلية ألحقت أضرارا مادية به وأدت إلى خروجه عن الخدمة وفق ما أفاد به مصدر رسمي، في أول استهداف للمطار بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن مصدر عسكري قوله أن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي. وتحدث المصدر عن أضرار مادية في المطار أخرجته عن الخدمة من دون الإشارة إلى إصابات بشرية. ويستخدم مطار حلب الدولي كوجهة رئيسية لاستقبال طائرات المساعدات الإنسانية التي تدفقت إلى البلاد بعد زلزال 6 من فبراير. ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
قتل 15 شخصا على الأقل وفقد 50 آخرون بعد هطول أمطار غزيرة وانزلاق التربة في إحدى جزر الأرخبيل الأندونيسية النائية بحسب مسؤولين في إدارة مجابهة الكوارث. وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ في منطقة ناتونا حيث وقعت الكارثة عبد الرحمن متحدثا لوكالة فرانس بريس أنه تم الإبلاغ عن فقدان 50 شخصا وانتشال 15 جثة بعدما أفادت حصيلة سابقة عن سقوط 11 قتيلا. وكان المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المهاري قد أوضح لقناة تلفزيونية محلية أن الكارثة وقعت في جزر رياو. وأظهر الصور نشرتها الهيئة أن الوحول من انزلاق التربة غطت بالكامل منازل قريبة من الهضبة في جزيرة سيرايسان الواقعة بين بورنيو وماليزيا. وقال المتحدث باسم وكالة إدارة مجابهة الكوارث في جزر رياو أن شبكة الاتصالات في المنطقة المتضررة قطعت مما جعل من الصعب الحصول على أحدث المعلومات. في الخبر الأخير فشلت عملية إطلاق صاروخ ياباني من الجيل الجديد H3 مما دفع وكالة الفضاء اليابانية إلى إصدار أمر بتدميره ذاتيا بعدما توصلت إلى أن المهمة ستفشل. ويشكل فشل إطلاق الصاروخ ضربة لوكالة الفضاء اليابانية جاكسا بعد محاولة فاشلة أولى لإطلاقه خلال الشهر الماضي. ومع أن المرحلة الأولى من انفصال الصاروخ عن قاعدته سارت كما كان متوقعا بدأت تظهر مؤشرات وجود مشكلة ما. هذا ولم يعرف بصورة فورية سبب الكامن وراء فشل عملية الإطلاق. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إريتريا تشارك في اجتماع مجلس حقوق الإنسان. الاتحاد الوطني للمرأة يحتفل بالثامن من مارس مع قوات الدفاع. حل مشكلة خدمات المياه في مدينة تسني. الرئيس الصيني يندد بالحملة الغربية التي تقودها واشنطن لتطويق بلاده. وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة بعد القصف الإسرائيلي. عشرات القتلى والمفقودين في انزلاق تربة بأندونيسيا. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.